السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الليلة عن واحدة من أغرب القصص في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، قصة جعلت العالم كله يتكلم عن شيء واحد فقط: لعنة توت عنخ آمون. تخيل إنك فتحت مقبرة فرعونية عمرها أكثر من 3000 سنة، مقبرة مليانة بالكنوز والتماثيل الذهبية، وكل حاجة فيها تقريبا سليمة، وكأن الزمن واقف عند اللحظة اللي اتدفن فيها الملك. لكن بعد ما المقبرة اتفتحت، يبدأ الأشخاص اللي شاركوا في الاكتشاف يموتوا واحد ورا التاني بطرق غريبة جدا. هنا بدأ السؤال اللي حير العالم كله: هل دي مجرد صدفة، ولا فعلا في شيء غامض اسمه لعنة الفراعنة؟ القصة بدأت سنة 1922 لما عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر قدر يحقق حلمه اللي كان بيدور عليه بقاله سنين طويلة، وهو اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون في وادي الملوك في الأقصر. الاكتشاف ده كان ممول من اللورد البريطاني جورج هيربرت، الراجل اللي صرف ثروة كاملة علشان يدعم الحفريات. وبعد شهور طويلة من البحث والحفر، أخيرا ظهرت درجات سلم مدفونة تحت الرمال، ومع إزالة الرمال ظهر باب مختوم بختم المقابر الملكية المصرية القديمة. في اللحظة دي عرف كارتر إنه قدام اكتشاف تاريخي ضخم. لكن قبل ما يتم فتح المقبرة بالكامل، بدأت تظهر إشاعات عن وجود تحذير مكتوب على باب القبر، تحذير بيقول إن أي شخص يقترب من القبر هيتعرض لموت سريع. طبعا معظم العلماء وقتها اعتبروا الكلام ده مجرد خرافة، لكن الفضول كان أقوى من أي تحذير. وفعلا تم فتح المقبرة، وكانت المفاجأة إنهم لقوا كنوز مذهلة لم يرى العالم مثلها من قبل: تماثيل ذهبية، صناديق مليانة بالمجوهرات، عربات حربية، وأشهر قطعة في المقبرة كلها القناع الذهبي الشهير للملك توت عنخ آمون. لكن بعد أقل من 6 شهور من فتح المقبرة حصل شيء غريب جدا: اللورد جورج هيربرت ممول الحملة مات فجأة. السبب الرسمي للوفاة كان بسيط جدا: ناموسة قرصته في خده، وبعدها الجرح تلوث وتسبب في عدوى خطيرة أدت لوفاته. لكن اللي خلى الموضوع غامض أكتر إن في نفس لحظة موته تقريبا انقطعت الكهرباء في القاهرة كلها. الناس وقتها بدأت تربط بين الحدثين، وقالوا إن دي بداية لعنة الفراعنة. الأغرب من كده إن في نفس توقيت وفاة اللورد تقريبا، الكلب الخاص بيه في إنجلترا بدأ يصرخ بطريقة مرعبة كأنه شايف حاجة مخيفة، وبعدها بدقائق وقع ومات. التوقيت المتطابق بين موت الرجل في مصر وموت الكلب في إنجلترا خلى القصة تنتشر بسرعة في الصحف العالمية، وبدأت كلمة واحدة تتكرر في كل مكان: لعنة توت عنخ آمون. ومع انتشار القصة بدأ الناس يكتشفوا إن عدد من الأشخاص اللي شاركوا في فتح المقبرة ماتوا خلال سنوات قليلة. بعضهم مات بسبب أمراض غامضة، وبعضهم تعرض لحوادث غير مفهومة. الصحافة وقتها ضخمت الموضوع جدا، وبدأت تنشر قصص مرعبة عن لعنة تحرس مقابر الفراعنة. لكن هل اللعنة حقيقية فعلا؟ العلماء حاولوا يفسروا اللي حصل بشكل علمي. بعضهم قال إن المقابر القديمة المغلقة آلاف السنين ممكن تحتوي على فطريات أو بكتيريا خطيرة جدا، ولما يتم فتحها فجأة ممكن تنتشر وتسبب أمراض قاتلة. نظرية تانية قالت إن الموضوع كله مجرد صدفة، وإن عدد الأشخاص اللي عاشوا بعد اكتشاف المقبرة كان أكبر بكتير من اللي ماتوا. لكن بالرغم من كل التفسيرات العلمية، فضلت قصة اللعنة واحدة من أشهر الأساطير في التاريخ. طيب خلينا نرجع خطوة ونسأل سؤال مهم: من هو توت عنخ آمون أصلا؟ الحقيقة إن توت عنخ آمون لم يكن من أعظم ملوك مصر القديمة. هو تولى الحكم وهو طفل صغير جدا، تقريبا في سن 9، بعد فترة اضطراب كبيرة حصلت في مصر بسبب سياسات والده الملك إخناتون. إخناتون حاول يغير الديانة في مصر ويجعل عبادة إله واحد فقط، وهو الإله آتون، وده عمل صراع كبير مع كهنة الإله آمون. بعد وفاة إخناتون تولى توت عنخ آمون الحكم، وخلال فترة حكمه القصيرة تم إعادة عبادة الإله آمون مرة تانية، لكنه لم يحكم لفترة طويلة، حيث مات وهو في حوالي 18 من عمره فقط. وفاة توت عنخ آمون نفسها كانت لغز كبير. بعض العلماء قالوا إنه مات بسبب كسر في رجله تسبب في عدوى خطيرة. علماء آخرون قالوا إنه كان يعاني من أمراض وراثية بسبب زواج الأقارب داخل العائلة الملكية. وفي نظرية ثالثة قالت إنه ربما تم اغتياله، لكن الحقيقة إن السبب الحقيقي لوفاته ما زال غير معروف حتى اليوم. الغريب إن توت عنخ آمون لم يكن أشهر ملوك مصر بسبب إنجازاته، بل بسبب المقبرة الخاصة به.
معظم مقابر الفراعنة تم سرقتها عبر التاريخ، لكن مقبرة توت عنخ آمون كانت شبه مخفية تحت الرمال، وده خلاها تظل مغلقة وآمنة لأكثر من 3000 سنة. لما تم اكتشافها وجد العلماء آلاف القطع الأثرية والكنوز الذهبية التي أبهرت العالم كله. القناع الذهبي لتوت عنخ آمون أصبح واحد من أشهر القطع الأثرية في التاريخ، وأصبح رمزا للحضارة المصرية القديمة كلها. ومن يوم اكتشاف المقبرة لحد النهاردة ملايين الناس من كل أنحاء العالم بيزوروا مصر علشان يشوفوا كنوز توت عنخ آمون. لكن السؤال اللي لسه بيشغل خيال الناس لحد دلوقتي هو: هل كانت لعنة الفراعنة حقيقية ولا مجرد قصة صنعتها الصحافة والخيال البشري؟ بعض الناس لحد النهاردة مؤمنين إن مقابر الفراعنة كان عليها تعاويذ لحمايتها من اللصوص، والبعض الآخر شايف إن الموضوع كله مجرد أسطورة، وفي النهاية يمكن الحقيقة الكاملة تفضل غامضة زي كتير من أسرار الحضارة المصرية القديمة. دلوقتي جاء دوركم. سؤال الليلة ليكم: هل تعتقدوا إن لعنة الفراعنة حقيقية فعلا ولا مجرد خرافة؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ومستني منكم اقتراحاتكم وأسئلتكم في الكومنتات، ونشوفكم في سؤال جديد وقصة أغرب في الحلقة الجاية من سؤال الليلة. سلام.